سلام البنات، مرحبا بكم في وصفة أخرى من وصفات قناة إليان للطبخ. اليوم درت لكم هذا المطلوع الرائع، ما كانش أسهل من هذه الطريقة. شوفوا النتيجة، يعني مطلوع خفيف ريشة وفارغ من داخل، ما يسحق لا دلك ما نضربوه ما والو. يعني نخلطوا الدقيق مع الماء، نضربوه زوج ضربات، نخبطوه عفوا زوج خبطات، ونتحصلوا على هذا المطلوع الرائع. شوفوا النتيجة كيفاش فارغ من داخل، خاوي مليح لي ساندويتش. درنا هاد الوصفة للشهر رمضان الفاضل ان شاء الله نسموه بالصحة والهنا ان شاء الله. ننتقل مع بعض الى طريقة تحضير هذا المطلوع. اذا هنا عندي في اناء كبير يكون يتغلق. درت 3 كيلات فرينه، كيلو بالكيله اللي حبيتو. انا كيلت بهاد الكيله، عمرتهم فرينه مع زوج مغارف ماشي معمرين مليح خميره، ومغرفه السكر والملح على حساب الذوق بيان سور، كل وحده دير على حساب الذوق تاعها. نخلط هاد المكونات الجافه اولا، ونزيد الماء. انا عبرت بنفس الكيله، هنا عمرت هذه الكيله الاولى عمرتها بالماء، فرطهم الماء يكون يعني عادي من روبيني. راح نزيد الماء غير بشويه ونبدا نخلط. هنا درت لي انا كيله ونص من تاع ماء، يعني الكيله الاولى اللي نحطوها على ضربه، والثانيه نديرو غير بشويه حتى ونشوفوا يعني القوام. هنا كما تلاحظوا درت زدت النص من الكيله الثانيه عبار تاع الماء. نخلط مليح هاد المكونات ونغلق عليه ونخليه يرتاح حوالي 10 دقائق، ونشمخ يدي بالماء ونرجع ليه نخبطو هكذا بهذه الطريقه. العجينه جات خفيفه يعني ما تعبناش. فوالا شوفوا كيفاش رجعت العجينه. هنا ملاحظه، الا كان جاتكم العجينه جاريه نقدروا نضيفوا لها حوالي 3 ولا 4 مغارف فرينه. هنا بعد ما غلقت عليه للمره الثانيه خليته يخمر. شوفوا يعني كيفاش تلاحظوا انه خمر. نزيد نشمخ يدي بالماء ونزيد نخسر له التخمار، يعني نخبطوا زوج خطرات ولا 3 باش نخسر له التخمار بهذه الطريقه. انا خيرت هذه العلبه بلاستيكيه اللي تغلق باحكام هكذا باش تخمر معنا العجين تاعنا بسهوله. فوالا هكذا خسرت له التخمار، هبط له التخمار. شوفوا الفقاعات هنا، نتاكدوا انه العجينه ناجحه. نغلق عليه ونخليه يعاود يخمر. هنا عندي هاد الكرلاجه يعني دال دو سول، بها راح نطيب المطلوع تاعي. نحطها فوق الفرن تاع الحديد، نحطها من الفوق ونخليها يعني نشعلها، نخليه حتى يسخن مليح مليح الفرن. نبدا نقرص القريصات تاوعي. هاد المطلوع يعني بهذه الطريقه يجيكم ما شاء الله كما اللي يتباع برا، احسن من اللي يتباع برا. راح نقرص قريصات يكونوا متوسطين الحجم كما حبيتوهم صغار حبيتوهم كبار كما حبيتو. نرمدهم في السميد، اللي حبيتو كذلك ترمدوهم في الخبز يابس مرحي يجي كذلك رائع. فوالا فرشت هنا طرشون كبير، راح نحط القريصات تاوعي يعني نهبطهم هكذا غير شويه، نغطيهم ونخليهم يعني يزيدوا يخمروا غير شويه ماشي بزاف. فوالا هذا هي الطريقه. حطيت وحده من الفوق، حطيت الاخرى من التحت. شوفوا معايا راح نرفد العجين تاعي القريصات تاعي بهذه الطريقه، نحي لها كامل الدقيق. انا خيرت يعني درت هذه الطريقه باش فرشت هذا البابي على هذه اللوحه باش نتاكد من انه العجينه تاعي راح تجليسي وما تلصقش معايا على الخشبه تاعي. فوالا حطيتها في الفرن. فوالا شوفوا يعني بعد ما خرجتها حطيتها في الجهه الفوقانيه غير حمارت من التحت، هبطها لتحت كما راكم تلاحظوا. فوالا راهي حمارت من الفوق. هنا التصوير يعني جاني شويه صعيب بيد وحده، وهي النتيجه النهائيه. كذلك ملاحظه، تقدروا المطلوع تاعكم تحطوه مباشره من التحت، يعني النار تكون من الفوق، يجي مطلوع منفوخ رائع وخاوي من داخل.
بالنسبه لساندويتش يعني ما شاء الله. شوفوا النتيجه النهائيه خياتي. قد ما نشكر لكم هذا المطلوع يعني قليل. راح نفتح وحده قدامكم وتشوفوا كيفاش جا داخل فارغ قطني، يعني جا كامل خيوط. فوالا ها هي النتيجه، هو مازال سخون. نتمنى انه هاد لا فيديو تعجبكم وتستفادوا من هاد الوصفه، وما تنسونيش يعني طلعوا لي لا فيديو بليجام هكذا باش يعني يلحق لاكبر عدد مشاهده ويستفادوا من هاد الوصفه. وصفه يعني في القمه. والى اللقاء الى وصفه اخرى ان شاء الله وبحول الله.